في نهاية لقائنا أستاذ يوسف، حضرتك أمنيتك إيه للأعوام القادمة؟ أنا عايز إنه السينما الغلبانة دي، عيب إن أقول كلمة غلبانة، هي راسها مرفوعة والسينما فضلت راسها مرفوعة. واحنا كنا لما يقولوا السينما زمان ودلوقتي زمان ايه؟ مين منهم خد جوائز عالمية؟ مين منهم خد جوائز عربية مهولة جدا؟ مين منهم خد التقدير اللي الافلام بتوع الولاد الجديدة اللي بياخدوه؟ لا لا طبعا، ما تقوليش زمان. زمان تبقى انت واحد برجوازي قاعد لي اسمه ايه ابوه ونص حساسيتك ماتت، وبتقول لك الجيل القديم ايه كان متناير على عينه، ما خسرنا لهم مليون حرب. لا الجيل الجديد فيه حاجات جديده كويسه جدا 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 جدا. بس انا بقى يعني امنيتي انه الفرصه ان هم من فعلا يوروا اعمالهم ترجع تاني. احنا الميزانيه بقت غير معقوله، بقت خرافيه، يعني المعادله الاقتصاديه بقت غير معقوله. فليه غير معقوله؟ في هبش. مش هقول كلمه تانية عشان ما تقعد تقولي ملوخيه وكوسه كويس. اجور الفنانين عاليه، هنسميها هبش. دي عايزه قوانين. ودلوقتي انا رايي من واجب الدوله، وقلناها مره واثنين وعشرة، وانا وصلت الحمد لله انه ربنا اداني فرصه انه انا اقابل الرئيس نفسه، ووعدني ان هو هيشوفني على ان مش اتعدى الناس اللي فاهمه زي مني، بس انه ياخد برضه رايي ايه حكايه الهبش دي وايه حكايه ال 200 مليون نحاول نحلها، ايه اللي بيروحوا علينا. امنيتك للاعوام القادمه باذن الله انها تتحل مشكله السينما عن يد اعلى سلطات النهارده. ميرسي رمسيس، انا بقدمها على حوارك الجميل. ربنا يخليكم لينا واهلا بيك معنا في البرنامج. ميرسي.